الناس اللي كلمتني وقالت لي يا عم اسلام انا عندي الغنم في بقها حبوب وفي راسها حبوب. ما زلنا مستمرين معاكم في التحصينات. ويا جماعة التحصينات في الصيف انتوا شايفين الجو نار والدنيا عاملة ازاي، محدش يستهون بالتحصين. التحصين ده مش رفاهية ولا انا برفه على حيوان. التحصين ده في الايام اللي احنا فيها ديت لا بقى حاجة اساسية. لو ما حصنتش انت اللي هتلوم نفسك، وفي الاخر محدش هيشيل الطين غير اللي ما حصنش في الاخر. فكلنا ان شاء الله هنتعلم مع بعض النهارده ازاي نحصن. احنا اتكلمنا قبل كده عن تحصين الثمان امراض، فالنهارده ان شاء الله مستمرين معاكم في التحصين وهنتعلم مع بعض. في الاول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليني اعرفكم بنفسي، معاكم اخوكم اسلام عبرقوه، ودي قناتكم قناة المزرعة. وصلى على النبي ويلا بينا نبدأ. معانا تحصين ايه النهارده ان شاء الله؟ ان شاء الله معانا النهارده تحصين من اخطر التحصينات. يعني حاجة تعتبر لو حضرتك عندك قطيع او حضرتك عندك نعجة او اتنين لازم اللي انت تدور على التحصين ده وتجيب التحصين ده. طب ايه هو التحصين يا عم اسلام؟ معانا ان شاء الله النهارده تحصين جدري الاغنام. طب هل تحصين الجدري ده مهم؟ طبعا تحصين الجدري ده من اهم يعني من اهم المهمين. زي ما حضرتك لازم يمكن الاغنام واضحه في الصوره، هي واضحه في الكاميرا، حاجه ما شاء الله. انا عايز عندك وعند حضرتك وعند اي حد الغنم على طول تكون كويسه ويكون ما فيهاش حاجه كده. ليه انا بحصن دوري، بحصن باستمرار. طب هل انا بوكل علف وبغذي مش عارف؟ والله ولا بوكل اي علف. الغنم دي ما بتاكلش اي علف خلاص. الغنم ديت متربيه على البرسيم الحجاز، دي اللي بتاكل البرسيم الحجازي، وزي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله. طيب خلينا في موضوعنا التحصين. معانا تحصين جدري الاغنام. طب هل تحصين الجدري ده هو بكتيري ولا فيروسي؟ تحصين الجدري ده فيروسي. طيب ماشي. طب التحصين ده انا اعرف ازاي اللي انا عندي مثلا نعجه جالها جدري الاغنام، او انا اعرف ازاي ان النعجه دي مصابه؟ اول حاجه النعجه ديت هتلاقيها سخنه. النعجه دي حرارتها هترتفع. هلاقي عندها بثور او حبوب في الوجه، في وشها، في رقبتها، او في الجسم كله عامه. النعجه ديت هلاقي شهيتها قلت في الاكل ومش مظبوط. طب انا لقيت نعجه زي كده عندي في قطيعي، سواء هي عندها جدري او ما عندهاش جدري، فورا لازم تعزل النعجه عن قطيعك. ما ينفعش تسيب اصلا نعجه عيانه في وسط قطيعك كده، لان انت كده بتنشر المرض في وسط القطيع كله. طيب ماشي. عندنا ايه تاني؟ قلنا اللي انت تعرف الاصابه ازاي. عندنا تاني. طيب انا دلوقتي الاصابه لو جات لي هعالجها ازاي؟ مفيش دواء معين بعالج الاصابه دي، بس انت بتدي مضاد حيوي وبتدي خافض حراره وبتدي مضاد التهابات، لكن مفيش دواء بيعالج المرض ذات نفسه. كلها حاجات ايه، مسكنات كده. طيب ماشي. انا هلقح ازاي او حد ازاي او هعمل ازاي؟ طبعا التحصين زي ما عودناكم وزي ما حضراتكم شايفين اهو. ده التحصين، ده الامبول اهو، يا رب يكون واضح. ده تحصين جدري الاغنام. ده جواه كبسولة اهي، يعني لو واضح في الفيديو ده جواه كبسول. ده لقاح حي. التحصين ده الامبول ده لقاح حي. طبعا هو دلوقتي ميت وخامل جواه الكبسولة زي ما وريتها لحضراتكم كده. طب انا هدي الكبسوله دي ازاي او هعملها ازاي؟ طبعا هو بيجي معاه ميته ديت اللي انا ايه هحلها بيه. طيب النعجه هتاخد قد ايه ولا النعجه هتاخد ازاي؟ النعجه هتاخد 1 سنتي. طب النعجه هتاخده عضل ولا تحت الجلد؟ النعجه هتاخده تحت الجلد. وكل نعجه هتاخد 1 سنتي. فحضرتك ان شاء الله التحصينات ديت انا برضو ايه هوريه لحضراتكم دلوقتي، وهنعبي ونعمل مع بعض وندي ايه، ندي نعجه ولا اتنين. طب في حاجه مهمه في التحصين. طبعا في حاجه مهمه في التحصين. التحصين ده مجرد ما احله بالميه، يعني مجرد ما انا هسحب الميه من العلبه ديت واطير البرشامه كده واحطه الميه في اللقاح ده، في خلال ساعه لازم اكون مخلص التحصين ده. ما ينفعش بقى احطه واقعد الف حوالين نفسي وروح يا ابني وتعالى يا ابني وودي يا ابني واسيب التحصين كده. التحصين باظ على كده. التحصين في خلال ساعة واحدة لازم يكون متاخد، عشان خاطر التحصين ده هو لقاح. هو لقاح حي. لو قعد اكتر من ساعة وهو محلول بالمية بيموت. هو ميت بيفسد. هو لقاح ميت بيفسد على كده.
فطبعا مهم، ومهم اللي انت تحفظه زي ما اتعودنا مع بعض وزي ما عملنا مع بعض، اللي حضرتك تبقى ايه على طول حافظه في تلج كده، شويه تلج بساط في ازازه مقطوعه اهيت وتحطه. طبعا احنا اتعودنا مع بعض، وهنعبي دلوقتي مع بعض نوري حضراتكم بيتحل ازاي. ويا رب ما اكون طولت على حضراتكم. قرب معانا هنا يا عمرو، تعالى. طبعا هي العبوه دي فيها الميه، انا بنسحب الميه اهو. هات يا عمرو قرب وضح الدنيا هنا. لازم تشتغل، لازم حضرتك تشتغل صح. احنا قلنا اهو. بص، اول ما احط الميه عليه، شايفين حضراتكم اللقاح عمل ازاي؟ اللقاح بعد ما كان قرص زي البرشامه كده بقى ميه خالص اهو. طبعا ال الازازه ديت بتتحل على 25 سنتي. يعني احنا معانا ازازتين اهما، كل ازازه على 25 سنتي، يعني انا هيبقى معايا 50 سنتي عشان الناس بس تبقى فاهمه. ده اللقاح غير بتاع الابقار. بتاع الابقار الازازه اللي زي ديت هي نفس ديت بس مكتوب عليها ابقار، دي مكتوب عليها اغنام اهي، يا ريت يكون واضح. بتاعه الابقار بتتحل على 10 سم ميه بس، لكن ديت بتتحل على 25 سم. طبعا احنا سحبنا دولت هنا اهم، هنيجي ساحبين الازازه التانية اهو. قرب يا عمرو هنا. طبعا الميه ديت هي جايه معاه، هي بتيجي معاه، انت ما بتجيبش اي حاجه، انت بتروح الصيدليه بتقول له انا عايز تحصين الجدري. معلش برضو لو طولتوا على حضراتكم، ركز معايا كده. هات يا عمرو التحصين وهو بيفك. طبعا اهو، اول ما حطيت التحصين شايفين حضراتكم بدأ يقلب معايا ميه خالص اهو. طبعا انا رجيته اهو، وهاجي سحبه، هسحبه طبعا من الازازه بتاعته اهو. وهاجي حاطه في بقيه الميه اللي هنا، وهاجي برضو سحب الازازه ديت اهي. انا اسف يا جماعه لو طولت على حضراتكم، بس معلش احنا بنتعلم مع بعض، احنا متفقين اللي احنا بنتعلم مع بعض كل حاجه واحده واحده. ادي طبعا الازاز دي فضيت اهي كده، ما عادش لها لازمه معايا كده. انا معايا كل اللقاح فين؟ كل اللقاح في الازازه دي. الازازه دي طبعا 100 مللي اهي، هي فيها دواء لحد ال 50 مللي واللي انا حطيته عليه. طبعا الازازه اهي حطيناها في التلج اهو. هنيجوا ساحبين، هندي بس نعجه مع حضراتكم، ارجع. هندي نعجه واحده مع حضراتكم اهو، واللي نعجه هتاخد 1 سم. يبقى انا كده ايه، ادي 1 سم اهو. شايفين حضراتكم كده عبينا 1 سم. تعالوا يا عمرو قرب. قرب. طبعا تحت الجلد يا جماعه زي ما اتعودنا كل مره مع بعض، دي عظمه اللوحه اهي، ودي الرقبه اهي. لو انا حد عضل، طبعا حاجه مد عضل هنا اهو، حد عضل في المنطقه دي على طول كده، لكن انا مش حد عضل، انا حد تحت الجلد. طب ادي النعجه معايا، هاجي شاددها بس، هاجي شادد الجلد اهو. بصوا حضراتكم، بصوا معايا، ايه اللي عرفني ان اللحونه بتاعتي دخلت تحت الجلد؟ شايف السن بروح يجي ازاي اهو. واجي اعطيها البتاع، هو بيلسعها شويه، طبعا هو بيلسعها شويه بس عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر هو لقاحه كده. وفي الاخر اشتغل صح، ما تسترخصش على غنمك حاجه. انا عن نفسي مفيش نعجه هتطلع على اسم اسلام عبد الرؤوف من مكانه او من مزرعته وغير هي متحصنه. في الاول وفي الاخر انت لو عندك 50 ولا عندك قطيع وحسبت التحصينات كلها بتاعت القطيع، مش هتيجي 8 نعجه في اخر السنه. يعني حضرتك لو حسبت التحصينات كلها بتاعت ال 50 كلك مش هيجوا 8 حليه بدريه صغيره كده. بس هتحميك بقى من الدكتور يخش عندك، هتحميك من مشاكل كتير، هتحميك، بص، هتحميك من امراض كتير. في الاخر لو حضرتك عندك اي استفسار او حضرتك
بقيه التحصينات ان شاء الله اللي احنا كنا عاملينها قبل كده، تحصينات الثمان امراض، هنسيبوها برضو في التعليق عشان خاطر اللي ما اتفرجش عليها يتفرج عليها. وبعد 15 يوم ان شاء الله هندي الحمى الكلاعيه. ومش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده، ومش عايز اطول برضو عشان الحق اخلص التحصين قبل الساعه ما تخلص. وفي الاخر ما تنساش تشترك في القناه، ما تنساش تدعمنا بلايك. لو عندك اي استفسار انا تحت امرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.